نقط برضو، فقعدت كهربا. طيب لما انا اقعد كهربا يا جماعه، يعني شوفوا بس، يعني فكروا معايا كده وانا هفتح تليفونات بعد كده. اما انا اقعد كهربا، مين اللي بعد كهربا؟ مين البديل لكهربا؟ مين اللي ممكن كهربا احطه؟ بالعربي كده محمد ابراهيم. لو انا بعمل تدوير بقى، ما كهربا لعب كل ماتشات وعنده انذار 2 ومش عايز تلعبه الثالث، فبالتالي طلعه بره خالص. او حتى هنا بقى عندك احمد حمودي، عندك شيكابالا، الاتنين شبه بعض والاتنين بيلعبوا نفس الاماكن. ليه ما احطش واحد واحط محمد ابراهيم؟ ليه اطلع محمد ابراهيم اللي انا لعبته الماتشين اللي فاتوا تلت في تلت وصنع لي الفارق؟ ليه اخرجه بره خالص؟ ليه ادخل مايوكا وهو لعيب مش جاهز خالص، واطلع محمد سالم او احمد حسن مكي مثلا ما اديلوش الفرصه؟ مايوكا اللي اختاروا ميدو وحازم امام. بصراحه مايوكا اما جه مش مقنع حتى الان، مش جاهز. ليه الاعب مايوكا وهو مش جاهز اساسي واحرقه واخلي الجمهور الزملكاوي اللي بيشوفه يقول ده لعيب اي كلام، او لعيب قليل، او لعيب تخين، او لعيب زايد في الوزن، او لعيب مش جاهز؟ ليه ما ابتديش بباسم مرسي يلعب الماتش اللي هو لسه جايب جون في ماتش ليبيا، واستثمر فرحته بالعودة للتهديف مرة أخرى وابتدي بيه المباراة؟ وممكن مع ظروف المباراة إن أنا أنزل مايوكا 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، يكون ملعب اتفتح، يكون الزمالك متقدم، أو يكون يصنع الفارق. لكن إحقاقا للحق ميدو النهاردة أخطأ في أشياء كتيرة جدا في التشكيل والتغييرات، حتى في أماكن اللعيبة داخل الملعب. ميدو في آخر المباراة تقريبا كان بيلعب بدون ديفندر، يعني بدون نص، كل اللعيبة هجومية. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، صعب جدا يكون نادي الزمالك في أحمد حمودي، في كهربا، في شيكابالا، في مصطفى فتحي، في أيمن حفني